سياسة التضاحك عند الدكتور التيجاني. هم أكذب الناس في المنقولات وأجهل الناس في المعقولات. يقول قاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة مجاوزا لخلف ولا رافضي ولا قدري، ويقول ولكن هؤلاء الزنادقة هؤلاء الباطنية هؤلاء المناظرون لا أقول مناظرون، هم هؤلاء مقلدون. أنا لا أذكر ليس له سبب. طرحت هذا السؤال العميق الذي هو لا يفهمه، طرحته في إيران أن لم يستطيعون يردوا عليه. جاوبوا بتفصيل سقطة وفلسفة. لأن تضحك على جهالة. الآن تتكلم به. هو يقول أنا اتبعت المذهب الجعفري. الدكتور التيجاني يعني أنا أخذ عليه حاجة بسيطة، إنه أجد إنه يرد بضحكات يعني باستهزاء، ما فيها منطق، ما فيها حجة قوية. يعني أنا سنية بس أنا أحترم الشيء إذا تكلم بالعقل والمنطق علشان أقدر أحاوره، ومش يكون بأسلوب يعني ضحكة الاستهزاء اللي هي يعني ممكن تستخدم بصفة شخصية بين أصدقاء خارج مواضيع حساسة وخطيرة زي اللي احنا فيها الحين. أرجو ما يتقبل هذه الملاحظة بس. أقسم بالله العظيم ما قفلت متعة في إيران في حياتي. أيها الناس في الإنترنت والله لا تقتلوا ولا الرجل. أنا سمعت هذا الكلام في الإنترنت. صحيح. لا تقتلوا ولا الرجل. ولكن بما النقاط أنا أعتبره أنت تعتبرني من يجره أصحاب الرسول هو زنديق. من يجره لكان عنده دليل أقوى من أدلته. الله تبارك وتعالى يقول عن بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. نص صريح. نعم. أن الله فضلهم. هم يعجزون أن يأتوا بمثل هذا النص حتى في الإمامة التي يدعونها. الدكتور يستشهد بقول الله تبارك وتعالى: ما أمدى أن يتكلم في باب يستعمل الجهاز وهو متصل بخارج الجلسة، ونحن نرفض هذا. نحن نرفض أن يكون واحد من داخل الاستوديو متصل بخارج الجلسة. لماذا هذا الجهاز هو في أذنه؟ حتى ضحكاته يدار من خارج الاستوديو، حتى ضحكاته. الدكتور النجدي لقد كان مكرها. طب هل كان مكرها على تسمية أبنائه بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان؟ هل كان مكرها على ذلك؟ وأي إمام يكون إن كان مكرها إن كان حتى في هذه ضعيف مسكين؟ يأخذ الأخت أم أنس من باريس. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لكم جميعا. وأبدأ فأقول أنا لا أشاهد المستقلة الآن، ولكن لا أدري هل ضيفكم التيجاني موجود أو لا. موجود دكتور التيجاني موجود. حسنا. أعلق بسرعة أقول أن لعله منذ الأمس قد انتهى من سياسة المقاطعة، ولكنه لجأ إلى سياسة أخرى هي سياسة التضاحك أسميها وليس الضحك. أقول أن هذا الأسلوب المبتذل لا يليق بشخص جاء يزعم أنه يدافع عن مذهب إسلامي. حقا الطريقة غير لائقة بالمرة. هذه واحدة. أما الثانية محمد نبي التسركاني ما سامع. أنت ما تعرفون لذلك. كتابه لآل الأخبار. كتابه لآل الأخبار ملقب عند كتابه لآل الأخبار ملقب عند شيء بعمدة السماء. وكرر هذا القول علم الهدى. علم الهدى نعم في كتابه الشافي. علم الهدى في كتابه الشافي ما عن أمير المؤمنين. هذا يضحك. هذا يجب أن يموت يضحك. لا جاته موجة ضحك ما مشكلة. جاته موجة ضحك ولا ضحك. أيوة جاته موجة سان فرانسيسكو. نعم. لما قيل له ألا توصي قال ما أوصى رسول الله. أعزي الشيعة بمن اغتروا به وهو التيجاني، أعزيهم عزاء عظيما ما فتئ من تمثيلية إلى أخرى يحتج بها علينا، فالحمد لله على كل حال. هؤلاء علماؤكم وهذه استدلالاتهم وهذه أطروحاتهم.